احنا اكتر ما يميزنا كمسيحيين هي كلمة الحب، واكتر حاجة هتوقفنا قدام ربنا في الاخر هي من وكم احببنا. حبينا كل الناس ولا ناس وناس، وحبيناهم ازاي وحبيناهم قد ايه. مفيش حاجة تغير الناس قد الحب كقاعدة كده. مفيش حاجة تغير في عيالك قد الحب الحقيقي. مفيش حاجة تغير في الخدمة قد الحب. مفيش حاجة تصطاد النفوس من البعيدة زي الحب. سيبكم من المنطق والوعظ والكلام وحتى المعجزات، مفيش حاجة تأثر قد الحب النقي. الحب المسيحي مستورد، بمعنى هو أساسا حب المسيح للناس من خلال قلبك. هو نعمة قبل أي حاجة، هي مش شطارة، فيها مجهود صحيح، فيها جهاد، لكن هي قبل أي حاجة هي نعمة. حاول تتلمس حب ربنا. يعني إيه؟ ربنا بيتعامل معانا يوميا ولحظيا، بس احنا في حاجات كتيرة قوي ما بنقدرهاش، ما بناخدش بالنا منها، ما بنركزش فيها. في تاتشز كده لذيذة من ربنا يوميا، بس احنا زي اللي تعودنا، فلأننا تعودنا مش مقدرين اللي بيحصل. تقدير حب الله يخلي الواحد يحب الناس. كل مرة تصلي وتتعزى أو تفرح أو تهدى أو ترتاح، هو ده مش تعامل من ربنا؟ ما هو ده حب. طب انت ليه ما استلمتوش، ما قدرتوش ليه؟ ده انت ممكن في ناس تفرح بنفسها انها ايه، اتعزت في الصلاة. افرح بنفسك، ده هو اللي جاب لك هدية النهاردة، خلاك تحس بالصلاة. مش دي هدية؟ ده منه هو، ده هو اللي يستاهل الشكر. كل مرة تاخد الغفران. في واحد بسيط ممكن وهو بيعترف يطلع الفرحة مش سيعاه، انه فعلا خد مغفورة لك خطاياك، انه اللي اتعمل ده كله اتشال وكأنه ما كانش. طب ده شعور جميل جدا. انما تلاقي واحد مش واخد باله برضه من الحب اللي ورا النعمة دي. ياما صلينا وربنا استجاب. هل الواحد حس مع كل استجابة قد كده ربنا طيب وحنين وبيحبنا؟ محدش فينا يستاهل، خلينا واضحين، الاستجابة، مش كده؟ لا، محدش فينا يستاهل، لكن هو ما بيتعملش كده. هو بيستجيب إذا كان الطلب مفيد ليك، ما يستجيبش بس لو كان يضرك. هل بتحس إنه في مواقف بتحصل في حياتك في لمسات واضحة ان ربنا بيقول لك انا جنبك، انا معاك، انا بحبك، انا واخد بالي، ما تقولش الهم؟ بيحصل كل يوم، بس ساعات الواحد ما بيركز. انا بقول كده ليه؟ لاني لما ما بركزش وما بشبعش ما بطلعش، ففي الاخر احنا عصبيين، بندين الناس، متذمرين، مش عاجبنا حالنا، بيعجبنا ناس وما بيعجبناش ناس، ولو الناس اللي عاجبنا غيروا موقفهم ما بيعجبوناش برضو. طب وبعدين؟ اتضع لكي تحب. خلي المبدأ ده قدامك، اتضع لكي تحب. مش عارف تحب فلان، قول على طول نقص اتضاع. انا مش عارف احبه، اصلي مش متواضع. لو انا متواضع كنت حبيته اكتر من كده، كنت فوت، كنت بلعت، كانت هانت، ما كانتش تعبتني، كنت استحملته بسهولة. لو انا متواضع كنت قدرت. هتلاقي انك انت في حاجات كتيرة مش عارف تعملها، هي ببساطة لانك مش متواضع كفاية. اكتر حاجة تبطر الحب بتر، تقفل عليه الكبرياء. الكبرياء بيقفل القلب قفل. ما يعرفش المتكبر يحب حد، ما بيعرفش، لانه هو غرقان في نفسه، محبوس جوه نفسه. انما المتواضع ده ناسي نفسه خالص، فده تلاقوه بيحب بسهولة. وده اكتر واحد يستقبل من ربنا. ان سكبت في قلوبنا، يبقى الحب لما يلاقي قلبه متواضع يدلق يدلق يدلق. يعني قلب العذراء ده تشيل من ربنا ما على طول.
ما بتشبعش من كتر ما هي متواضعة، غويطة جدا، فتقدر تشيل العالم كله في قلبها من كتر ما هي متواضعة. احنا ينقصنا تواضع، كرامتنا بتتعبنا بسرعة، كبريائنا، ذواتنا، رأينا، أناتنا، أنانيتنا، كل ده شغلنا زيادة، فعشان كده مش عارفين نحب الناس. عشان تتضع اتعلم تشكر، اشكر كتير، تحس ان ربنا كبير ومغرقك، ساعتها تتضع وتحب الناس، تلاقي ان الناس مهما عملت معلش غصب عنهم، ما دقوش اللي احنا دقناه. لما تلاقي نفسك مش عارف تحب شخص، اوعى تقول اصله. لما تلاقي نفسك مش عارف تحب شخص، قول اصلي. السبب يعني انا مش شبعان بربنا، انا مش متواضع، انا قلبي مش نظيف. العيب مش فيه، حتى لو بيشتمك طول الوقت، لا، الحب الالهي يتخطى ده كله، بس انت مش بتستقبل ليه الحب بتاع ربنا؟ اصلك مش متواضع، مش نقي، مش شبعان. عشان تنقي قلبك صلي صلي صلي، هنفضل نقولها من هنا المليون سنة. كل مرة تقف تصلي في غسيل بيحصل جوه، في دور نظافة. طب خد وقتك شوية، بلاش كروتة حتى يعني الريحة ما تطلعش، فيعني ركز شوية. احنا ناقصنا حب لان ناقصنا 3 حاجات على الاقل. اولا مش شبعانين كفاية بربنا، مش حاسين انه بيحبنا كفاية، مش مطمنين له، مش مستأمنينه على نفسنا. 2 محناش متواضعين كفاية، فمش عارفين نحب اللي حوالينا. 3 قلبنا مش نظيف، مشغول بكلام كتير فاضي، مش مخلينا نحب. لإلهنا كل مجد وكرامة.